بسم الله الرحمن الرحيم دعواتياش شرفت بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلام ميلك جوجتان وان رمضان ويه ومالمي بركيسنا إلهي سبحانه وتعالى وحان كدعي سننا إنه نقاقبل أعمال الصالحة ونا ما أنت 10 يربا ندين هيا إن شاء الله تفاصيل فربدن ومبحين كالرب وقت كان وعدك لكن إن شاء الله رمضان تكذب أينو تفاصيل فربدن بحيننا أو قيب كستا كشكين دونا إن شاء الله أنت أنا بلعبين ولا لها قيبتي كواد دعودي كسب سنة عذرة بيركا ولو هبتايتس BUC برهوريها وانسميي قيبت لبعض رمضان تكذب أينو ديارنا إن شاء الله dadkii ay dhaaftay qaybtii hore videoga linkiga ka hooseeya baad keenaysaa insha Allah ka daawado 10 aad muhiim ah maanta waxaan ka hadlaynaa al-khilaafa al-islaamiyya marxaladaha ay soo gaadhay ama ay soo martay khilaafadaha islaamka min markii uu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam geeriyooday yaa ka dambeeyay oo arrimaha muhiimta ayaa watay markii ugu horeysa nabi maxamed isaga moogtay meesha ka ah mas'uul oo leader ka ahaa oo xukumi jiray dawlad islaamiya fara badan oo waqtiga islaamku joogay dawlado waaweyn iyo fara badan oo maartay waqtiga joogay waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu nabigu muahadaad buu la geli jiray qaraarka muhiimka ah nabiga qaadan jiray sallallahu alayhi wasallam hadii مثلا jihaad loo baxayo ama hadii مثلا dad dacwo loogu yeeriyo dawladaha kale nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa ka dambeeyay al-khilaafa ar-rashida khulafa ar-rashidin afarta khalifa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين خلافة دي أجوه الرئيسي بلومتي وحي بلومتي مركز سنة كوهيد كوب يوتوبن هجرية مسلمين تروح يسوي مادين سقيفة بني ساعدة ويسوي مادين سيلو دورتو خليفها كدم بي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا كل جود يكون شيئا أبو بكر الصديق إنه نقضه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة أبو بكر وحي سعودي الله بسنة كدبنا وحا كدم بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا عمر الخطاب وحو حكومي 10 سنة أي مسلمين تحكمي وخليفة واحد كدبنا وحا كدم بي الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتها وحكومي عثمان بن عفان وحي هيد لبيه 10 سنة وحانا كحقي عثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه isaguna uu xukumay 5 sano marka halka waxa ku dhamaatay al-khilaafa ar-rashida markii khilaafadaas dhamaatay waxay ahayd 41 hijriya markay ahayd dib khilaafad badan baa dhacday ilaa uu al-Hasan ibn Ali ibn Talib inkiisi Hasan radiyallahu anhu inuu uga tanaasulo Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu waxa ka bilowmatay al-khilaafa al-umawiyya ka bilowmatay طبعا umawiyintu waxay ka tageen yani ma sha Allah zamanku zaman ajiib u ahaa إسلامك ميل كستوي جارسيين إسلامك دولة أدق بيهيد الخلافة الأموية وحي بلومتي مركا يهيد سنة كوب يأفرتن هجرية خليفي أغوريين وحوها الدولة الأموية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه مركا وحي سعودتي إلى بقول يلبي صدن هجري مركا نقطة تاريخ ذا إسلامك خليفي قدم بين وحوها مروان ابن محمد إساقا أمارتي دقال وين لقالي الدولة العباسية دقال كوسن وحوها معركة ليرادو معركة الزاب دقال وين بعد أحمري معركة الزاب أو أي عباسيين كوجوليستين أو أي كدب أي لوريجين الخلافة الإسلامية. مركز وسان شاقي بقول يلبي صدن هجرية مرحلة أسباتيمي ومرحلة الخلافة العباسية أما الدولة العباسية حكم كلوريكتي. خليفي أجوري وحوها أبو عبد الله السفاح. خلافة ذا سوحي سعودي قرون يعني بقولار سرو أي خلافة العباسية سعودي oo meelo badan bay xukuntay islaamka xaqiiqatan dawladda Cabbaasiya badan bay u qabatay waqtigeedana maaragtay cilm al-ulumti iyo maaragtay waxbarashadii iyo waxyaalo far badan ayaa moogtahay lagu arkay macnaha khilaafada waqtiga dawladda Cabbaasiyana waxaa jiray duwaylaad ama dawlado yar baa soo baxay oo islaamka ah way kala go'go'een oo khilaafaad badan baa meesha ka timi waxaa kamid ah dawladda Faatimiya waxay dawlad shiica bay ahayd oo Masar bay xukuntay dawlad far badan baa jiray waqtiyada dawladda al-Ikhshidiyya dawladda al-Ayyubiyya dawladda al-Zinkiyya دولة فربدن باجري وقتها دويلات فربدن إن شاء الله 10 جوانين نصمين دونا الخلافة العباسية وحي نماتي يعني مركز الإيجو وقت جيدا كن بقول كنتم سديد يعني واحد هذا سديد بقول سنوكر كن يلا بقول كنتم سديد هذا نحن نشوفنا لو كن يلا باتن يعني واحد سكتر هذا سديد بقول سنوكر أي جبتي الخلافة العباسية 1258 1258 كن لو بقول كنتم سديد وحنا تبيي المغول باشبيي مثل هولاكو وتاسون الدجال وين بعد أحمر أو لجوبا بخلافة العباسيين تحكم كل مركز الماضي وحاسوب حل المماليك تروح هاي إنما الحكومة مصر كدب وحاسوب هذا دولة وين أو آدو أذك تاريخ الإسلام كما تاريخها دون كل شيء كيو أو كلوريكتي حكم كدولة المماليك بكلوريكتي وحالنا دولة
الدولة العثمانية أما الخلافة العثمانية وأنا أتراك وهي لح بقول أو سنة بحكم العالم الإسلامي مركا عثمانيين تحكم كودو حب يومي مركا يعيد كل يشن بقول أو ميلادي يعني شن بقول سنة كهر أيوب بلوم حكم كودو وحونا دعي يعني مروي سنكرتا كن سجال بقول يسدح يلا باتن دولة عثمانية فضل وين بكل هذا العالم الإسلامي إن كستو دولة فربنا وعرب أي وحوا يستنين تهاي مستعمر ورقد معه الدولة العثمانية المستعمر ورقد معه وحيبها أنت 10 جنيه لقاها لكن مدبر وعينا شيء الدولة العثمانية ودتكي عاوني صومالي أحمد قري نينك مجاهد كي صومالي قال الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي بعربته تقارنا إنه نقان أحمد قري نينكاسو طبعا إن شاء الله أحمد قري 10 جنيه نقصمني إن شاء الله والله سعدا 10 جنيه أو تاريخ دي سي هيستوري سي إن شاء الله سيت ديتيلز أو تفاصيل وهذا دونا لكن الدولة العثمانية وحا أي سميسي بريجي برتغيز يحبشوا أي صوماليا دتك بارتي مسلمين ودنك صوماليا دكنا مملكة العدل البرتغيز يحبشوا السوق تجين ودتك بابية نينك مجاهد اللي يراد أحمد قري رحمة الله عليه الدولة العثمانية وين سبورت وين بسيس أنا واقش كندونا إن شاء الله تعالى دوان marka dawlad Uthmaniya waajib weyn bay samaysay oo ummadda islaamka ku caawintay Portugiiska hadii ay dawlad Uthmaniya jirin Portugiisku badaru galay ardh al-Hijaz dawlad Uthmaniya support bay si Soomaalida Portugiiska bay dhinaca ka celisay xabashida dhinaca ka celisay ardh al-Hijaz iyada ilaalin jirtay Portugiiska dooniyahooda xataa Bahr al-Ahmar soo mara ama maaragtay muxiit intii soo mara ee ku socday inay si qabriga nabiga u baaraan oo soo fagaan oo u gubaan oo maaragtay muslimiinta la dagaalamaan dawlad Uthmaniya halkaas ay u taagneed in kana subhanallah wax aad looga xumaado وآد يعني أمور قبل وحوي الدولة عرب هذا كيسا أو كله عثمانيين تو حي استعمار بيحين ويجعل الحكم يجري واستعمار بيحين ولا سكوتري طبعا إنجليز كسكوتري تاريخ ذي ولا يقالنا إنه إنجليز كتجبي يجا عربت السكوت يعني تجبيين حضارة عثمانية مركا الخلافة العثمانية وحالة بربرية أما ألغيت يعني ألغيت الخلافة العثمانية مثل مركز مقاشد كلمة ألغيت وكلمة عربية ألغيت الخلافة العثمانية معناها ولا كنسل جري ولا مساحي ولا بابية كن سجال بقول سدح يلواتن وأنا مالين بيهات وحن بيهات مالين تاسويا مالين الخلافة العثمانية اللي تبيي مسلمين المركز سوود مسبب إني جهاد كلام فتوحات إني ود مصر وكالفران أو فتوحات إسلامية خلافة دي تابعين تي أمويين تي عباسيين تي دين تنشر يشري الدولة العثمانية وحي قاعدة ميل عن الدوك قاعدة بيقاعدة أوروبا يوروب هنغاريا بلغاريا بوسنيا يوغوسلافيا رومانيا meelaha soo dhan islaamka lagu xukumay xataa Greek way gaadhin waqti badan bay haysatay marka dawladda Uthmaniya dawlad adag bay ahayd waxay doonaysay inay xitaa dhinaca ka soo xoreyso Al-Andalus tigaaladu qabsadeen inay dhinaca ka soo xoreyaan bay rabeen laakiin waxyaalo badan bay soo martay dhibaatooyin badan bay soo martay insha Allah waqtigeedii ka sheekan doonaa dawladda Uthmaniyana dadkii ugu horeeyay jabiyay waxa kamid ahaa nin mujrim ah oo la dhaho Mustafa Kemal Ataturk Turki ah cilmaani ah وحير بدن بيسميه أو كبابي تاريخ الدولة العثمانية كبابي لكن إن شاء الله تعالى ويصون قنيسا الحضارة الإسلامية ويصون قنيسا خلافته ويصون قنيسا إن شاء الله تعالى إسلام كان عزت دي سي يشرف دي سي ويصون قدونتا ومد إسلامكو وقت يفر بدن بيسوارت ديباتوين لكن مركز توكسو كعدا عشرة فر بدن أو كسبت التاريخ دي إن تاريخ الإسلام كا إن شاء الله تعالى وديارين دونا مركا هلكا كلا سعودة هذا كل عسوب تاي channel كان إن شاء الله كسو بير كفايدسو سبسكرايب كسارو جنبالي كلا تاوسي وحكستو عسوب كسو بحان ولا راها نشر إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته